تعمل ايه عشان تجيب 100% في الثانويه العامه اخر 4 شهور ونص؟ 8 صلوا على اوائل الجمهوريه مش عايزينك تعرفهم عن ثانويه عامه. فلازم ابقى انا عارف ازاي هذاكر. يعني ما تقدر تنجح وتتطور الا لما تتألم. الوقت مش هيقف عشان انت زعلان ولا هيقف عشان انت مش قادر. يخبرونك بأنه من سار على الدرب وصل، لكن لا أحد يخبرك بالقصة الكاملة. تعمل ايه عشان تجيب 100% في الثانويه العامه اخر 4 شهور ونص؟ صلوا على النبي. اول حاجه هتوقف اي عادات بتضيع لك وقت زي الموبايل والافلام والمسلسلات. تاني حاجه انت محتاج توفيق ربنا في كل لحظه في حياتك، قرب من ربنا جدا وابعد عن كل الذنوب. تالت حاجه خد الفتره دي جد جدا وركز وابذل مجهود كبير وربنا هيكرمك وهتجيب الدرجه اللي انت بتحلم بيها. اعمل منشن لاي حد تعرفه في الثانويه العامه. ما تقدر تنجح وتتطور الا لما تتألم، الا لما يكون عندك ضغوط وتحول الضغوط هذه الى طاقه انفجاريه. ما تقدر توصل وتنجح بهذا البزنس الا لما تخسر. ما تقدر تعضل الا لما تتألم. ما تقدر تنجح بهذاك المجال الا لما تخسر فيه وتحاول مليون مره. هذه هي الحياه بكل اختصار. يخبرونك بأنه من سار على الدرب وصل، لكن لا أحد يخبرك بالقصة الكاملة، وهي أنه من سار على الدرب تعثر وسقط، تألم ونهض، خذل وكابد، وقف وحارب اليأس، ثم مشي بالعزيمة وظن بالله خيرا حتى وصل. 8 اسرار اوائل الجمهوريه مش عايزينك تعرفهم عن ثانويه عامه. رقم 1، التراكمات مش بتنتهي، المهم تبقى عارف انت واقف فين وعندك خطه عشان تنجز المتراكم. رقم 2، انت مش روبوت، لو في يوم طاقتك قلت فيه طبيعي، ارجع كمل واوعى توقف. 3، ثانوية عامة فيها 700,000 واحد، الشاطر اللي ياخد بإيد صحابه يوصلوا الاتنين سوا لحلمهم. 4، ما تاخدش أكتر من درس في مادة واحدة أو واحد أونلاين وواحد أوفلاين، وجهة نظري تشتيت وضياع وقت. 5، إنك تقعد تتنقل وتشتت نفسك بين الكتب دي مش شطارة، ده عك. ركز في كتاب واحد أو 2 قفلهم وتعلم من غلطاتك فيهم. 6، درجات امتحانات الدروس هدفها التقييم بس، مش بتحدد مستقبلك والله. 7، ثانوية عامة مش مستحيلة بس محتاجة طول نفس. 8، لو عاوز تهكر ثانوية عامة امشي على روتين ثابت في معظم أيام السنة، ولو عاوز النصايح دي مجمعه معاها روتين تمشي عليه اكتب في الكومنتات كلمه ثانوي وابعت لي رساله. الوقت مش هيقف عشان انت زعلان ولا هيقف عشان انت مش قادر. الحياة ماشية، فانت ما تضيعش وقتك وقوم. يلا يلا عشان تلحق اللي بقى يا بطل. فلازم ابقى انا عارف ازاي هذاكر. يعني الحمد لله انا كنت ناجح بفضل الله في كل المراحل الدراسيه في حياتي، ما الحمد شاء لله. الله. فانا مش بكلمك وانا بعيد عن الموضوع ده، انا عملته بنفسي يعني. فانا بقول لك انت كطالب عشان تبقى ناجح لازم حاجتين. رقم 1، تذاكر صح. طب تذاكر صح دي ازاي؟ في كورسات اللي هو تعلم كيف تتعلم، دي لازم تاخدها، لازم تاخدها. ليه؟ احنا ياما ضيعنا وقت واحنا بنذاكر غلط. لازم تعرف تذاكر ازاي. المذاكره دي علم له طريقه وله تكنيك، فلازم تتعلم. وانا يا دكتور هاخد كورس اتعلم اذاكر ازاي؟ ايوه طبعا. اقول لك على حاجه، انا النهارده لو قعدت سمعت المدرس بيشرح اللي انا بكتب وراه ولا بسجل الملاحظات هفتكر ازاي؟ لازم اكون في حاجه اسمها الكلمات المفتاحيه، في حاجه اسمها العناوين الرئيسيه، في حاجه اسمها التشجير، في حاجه اسمها التلخيص، في حاجه. امال هرجع ليله الامتحان ازاي؟ يعني الماده مثلا قد كده، هاجي ليله الامتحان اقراها دي كلها ازاي تاني؟ مستحيل، مستحيل اصلا. لازم كل فصل يبقى متلخص في كلمتين. لازم ابقى انا عارف ان الصفحه ده اهي، كلمه ده اهي، ساعه ما انا هفتكرها هعرف اكر الصفحه كلها. الكلمه دي انا عارف ان انا لو افتكرتها اللي بعده كله سهل، فلازم ابقى كاتب الكلمه دي ومعلم عليها بماركر، وهي دي الكلمه اللي بيدور حولها السؤال كله. لازم اعرف ابدا ازاي. ما هو المصحح عارف الاجابه دي بادئه بكده، كتبت دي يبقى انت مذاكر، ما كتبتهاش يبقى انت بتالف. خلاص. فلازم ابقى انا عارف ازاي هذاكر. طب دي رقم 1، لازم اتعلم ازاي اذاكر. طيب ما في ناس كتير بتذاكر وبتنسى وما توفقش، يبقى لازم توفيق ربنا. يبقى توفيق ربنا هو رقم 1 اصلا. وازاي اعرف اذاكر؟ طيب توفيق ربنا ده هيجي منين؟ هيجي وانا بسمع اغاني؟ هيجي وانا بعمل في النص عاده سريه؟ هيجي وانا بكلم بنت في الاستراحات؟ هيجي وانا بتفرج على الافلام؟ مستحيل. هيجي لما تكون حياتي قران، حياتي ذكر لله.